السادة المشاهدين، مثل ما عودناكم في تغطية جميع المشاريع لتأهيل وتطوير البنى التحتية، اللي متواجدين في قضاء العزيزية ناحية سيد الشهداء، ناحية سيد الشهداء تحديدا حي الحسين، لمتابعة مجريات عمل الشركات لتأهيل وتطوير البنى التحتية. لبرنامج من الشارع ابقوا معي وهذه الجولة. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد علي مجيد الهماش، مدير ناحية سيد الشهداء. سيد، انطينا فكرة على مجريات العمل في الناحية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات السيد المحافظ المحترم تم الإعلان المشروع تطوير شوارع متفرقة في منطقة المزرعة ناحية سيد الشهداء، حي الموظفين وحي الحسين. والحمد لله الأعمال متقدمة، تم اكتمال أعمال البنى التحتية من ماء وكهرباء واتصالات، ومرحلة الترابية حديد، مرحلة السبويس، والآن احنا في مرحلة صب الشوارع بالطبقة الخرسانية إن شاء الله. وإن شاء الله الأعمال متقدمة عن المخطط اللي محتسب له. سيد، هم عندكم مثلا معوقات مشاكل بالعمل؟ الحمد لله لا توجد لدينا في مزرعة الصويرة معوقات، كل المنطقة هي طابو عدا بعض الشغلات البسيطة، والحمد لله العمل ماشي بركة الله. شكرا لحضرتك سيد. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بقناتكم المباركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ علي دعدوش، مدير بلدية ناحية سيد الشهداء. أستاذ، اعطينا فكرة على مجريات العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبو القاسم محمد. وبعد اليوم وعلى بركة الله تم المباشرة بأعمال الصب الخرسانة المسلحة في حي الحسين. هذه الأعمال بتوجيه مباشر من قبل السيد محافظ واسط المحترم في تطوير مناطق مهمة وحيوية داخل الناحية. حاليا احنا في حي الحسين، هاي شوارع مهمة تربط الشوارع الرئيسية بالفرعية في حي الحسين، أطوال شوارع مختلفة، أعراض شوارع مختلفة. هنا استهدفنا الشوارع الرئيسية اللي تماس مباشر مع المواطنين. من المؤمل أنه خلال هذه السنة أنه يكمل المشروع بصورة مرضية. هذه الأعمال بنى تحتية كاملة، أعمال مجاري واتصالات وكهرباء وأعمال بلدية، نهيب بالأخوة المواطنين الساكنين في ناحية سيد الشهداء التعاون التام مع الشركات العاملة ضمن قطاع البلدية. هذه الأعمال كلها لخدمتكم، إن شاء الله نتمها بأقرب وقت ممكن. المهندس علي كاظم دعدوش، مدير بلدية سيد الشهداء. شكرا لك أستاذ. تعال نتهم المواطن. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف على حضرتك أستاذ. مهندس حبيب، شركة البناء المشيد. أعطينا اليوم فكرة على طبيعة العمل عندكم في ناحية سيد الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات الدكتور محمد جميل مياحي ان اعمالنا مستمره ليلا مع النهار، وهسه مثل جاي يشوفون اعمالنا ليليه ولساعات متاخره يعني. هسه احنا حي الحسين عندنا تقريبا 3/4 الحي كملناه، باقي لنا شيء قليل يعني به ويتم انهائه بالكامل والحمد لله. هم عندكم مثل معوقات تواجهون مشاكل بالعمل؟ يعني المواطنين هم متعاونين وياكم؟ الحمد لله والشكر متعاونين ان شاء الله، ما عندنا شيء ان شاء الله بالعمل واعمالنا مستمره الحمد لله. شكرا لحضرتك حبيبي استاذ، الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تعرف على حضرتك استاذ. معاون مدير فني هشام منعم الشمري، عضو غرفه مشاريع ناحيه سيد الشهداء وتاج الدين. أعمال اليوم هي أعمال صب الخرسانات بالخرسانات الكونكريتية لمنطقة حي الحسين، منطقة المزرعة ناحية سيد الشهداء، بناء على توجيهات السيد محافظ واسط المحترم الدكتور محمد جميل مياحي، استمرار الأعمال ليلا ونهارا من أجل إنجاز المشاريع وفق مواصفات فنية وسرعة إنجاز المشروع. يخدم شريحة أهالي منطقة المزرعة حي الحسين ناحية سيد الشهداء.
وفق مواصفات فنية. الشركة المنفذة هي شركة البناء المشيد، شركة رصينة، إن شاء الله ينجز المشروع وفق مواصفات فنية وفترة قياسية. وشكرا. شكرا لحضرتك. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي. انت احد سكان هنا حي الحسين؟ حي الحسين سيد الشهداء. شلون اليوم تشوف طبيعه العمل عندكم هنا؟ شلون تشوف عمل الشركه؟ زين؟ والله عمل جيد وبارك الله بهم وجهودهم وما قصروا، ونشكر علي دعدوش وسيد علي ونشكر محافظ واسط، وبارك الله بكم وجهودكم ما قصرتوا والله. شكرا جزيلا. لا تواجهون مشاكل ويا الشركه؟ لا كل مشاكل ماكو، شغل حلو مرتب وحادلات صحيح وشغل عمل ومباشرين يعني من الصبح لحد الان، هالوقت الساعه هسه ب8 لحد الان جاي يشتغلون، وبارك الله بهم وبيكم ما قصرتوا. شكرا لك حبيبي، تحياتي في دول قلبك، الله يسلمك. الساده المشاهدين، مثل ما شفتوا اعمال شركه البناء المشيده في حي الحسين ناحيه سيد الشهداء مستمره وحتى ساعات متاخره من الليل لانجاز ما تبقى من الطرق في الناحيه. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. كنت معكم في الاعداد والتقديم بلال كرمي الشجيري، اذاعه تلفزيون الصويره. في امان الله.